اليوم وصفتنا تاكو صحي نباتي بدون لحمة أو دجاج، رح نحضره بطريقة صحية. يلا نعملها مع بعض. أول إشي رح نستخدم فاصوليا حمرا مسلوقة، رح نهرسها كتير منيح بالشوكة، ورح نضيف عليها باقي المكونات، وهاي رح تكون بديل اللحمة. ما تتخيلوا قد ايه طيبة وصحية. رح نستخدم عليها بصلة حمراء مفرومة ناعم، ونحط عليها 50 جرام من الشوفان، ورح نستخدم معلقة كبيرة من الخردل وبهارات التاكو، ورح نضيف عليها صويا صوص لايت، معجون البندورة والبابريكا، وهاي المطيبات كاملة. وبعد هيك رح نشكلهم بهاي الطريقة. خلطنا كل المكونات من البهارات، معجون البندورة، البابريكا، الخردل، حطينا عسل كمان، ومنشكلهم بهاي الطريقة. طبعا هذا رح يكون مصدر البروتين النباتي. للصلصة رح نستخدم 2 معلقة كبيرة لبن يوناني، رح أضيف عليها خردل، معجون البندورة، خل التفاح، بهار توم، عنا بابريكا، مخلل مفروم ناعم، وشوية ملح وفلفل، ونخلطها. وهاي الصلصة طيبة كتير وصحية. بعد هيك رح نستخدم احنا الخبز. تقدروا تستخدموا اي خبز بتحبوه. انا مستخدمة خبز روبا دايت بالمورينجا، عبارة عن خبز قمح مع المورينجا. بتقدروا تستخدموا خبز الطابون او اي خبز بيناسبكم. بتفردوا عليه الخلطة اللي من الفاصوليا الحمراء بهاي الطريقة، بتحضروا العدد اللي انتو بدكم اياه. هلا بما انه كل المكونات مطبوخة، بس رح نحمرها بشوية زيت زيتون، بنحطها بالمقلاي. وهاي الخلطة اللي احنا عملناها على الخبز بدنا نقلبها. طبعا اي حدا بده كل المعلومات التغذوية، قد ايه سعرات، قد ايه قيمة غذائية، بس ادخلوا الموقع الالكتروني rubadiet.com على قسم الوصفات، وراح احط لكم لينك الوصفة بالبايو. تمام. هاي بهاي الطريقة احنا رح حطينا شوية من الجبنة، هذا خياري زي ما بدكم، اختياري يعني، ولكن هاي رح تخليها تدوب وتعطي نكهة كتير طيبة. ما تتخيلوا قد ايه هاي الوصفة صحية، مشبعة، عالية بالألياف، عالية بالبروتين النباتي، فيها مغذيات صحية وألف صحة. هون بتقدروا تحطوا شوية خضار إذا حابين تضيفوا إضافي، وفوقها الصلصة. طيبة كتير وصحية، وكل المعلومات الغذائية موجودة على الموقع الإلكتروني www.rubadiet.com. وألف صحة.